كابتن خالد، كما ذكر التقرير وذكر جملة مفيدة جدا، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بينظرون تحت أقدامهم ستكون هناك مباراة قادمة بين النادي الأهلي والنادي المصري، طبعا في وجود النادي المصري مرة أخرى في الموسم الجديد اللي ممكن ينطلق في شهر 7 أو شهر 8 القادم. هتكون هناك مشكلة بين جمهورين ولا ممكن أيضا تلعب المباراة بدون جمهور؟ لا، هي مش النظر تحت الاقدام يا كابتن تامر، هو الموضوع كله في الوقت الحالي عندك مسابقه دوري وفيهاش النادي المصري، ومع مرور الوقت ممكن الامور تختلف تماما. هي مشاركه النادي المصري او اللعبه من النادي الاهلي دي مسؤوليه دوله، وبعدين مسؤوليه اتحاد كره القدم، مسؤوليه تامين الداخليه اذا كان في مباراه تتلعب بين الفريقين. انا اتمنى طبعا زي المبادره عملها كابتن ايمن يونس، دي ممكن يكون لها دور كبير جدا وفعال لتهدئه الاوضاع مع جمهور كبير زي جمهور بورسعيد، ان يكون في بعض المبادرات اللي جايه من الاحزاب اللي موجوده في الوقت الحالي اللي عماله تتناحر على الكراسي فقط لا غير، الاحزاب السياسيه تعمل مبادره او مبادرات او كثير من المبادرات، يكون في اجتماعات مستمره ما بين مجالس اداره النادي الاهلي والنادي المصري، يكون في مبادره من وزاره الرياضه لكلا المجلسين مع الوقت في الفتره اللي جايه. ده في رايي ممكن يهدي الاوضاع تماما ونخش في حته زي ما قلت لك العدل اللي كنا بنتكلم عليها بلجنه المسابقات. اذا طبق العدل في امور كثيره جدا اعتقد ان ممكن تقام مباراه الاهلي والمصري واي مباراه اخرى للنادي الاهلي مع اي فرقه اخرى. يعني هي الموضوع كله بس حته يا كابتن افرض عليها عقوبه او اديني قانون وفعله عليا وعلى الناس كلها. لو اديتني قانون انا اعتقد ان احنا هنحترمه. اتذكر كده، فاكر القانون بتاع السير المعاكس؟ طبعا كلنا مشينا زي الالف ومحدش كان بيخش معاكس عشان 1500 جنيه وشهر حبس. طالما في قانون الناس تحترمه. صحيح. طالما ما عندكش قانون وانت ضعيف وتخاف من النادي الاول او تخشى النادي الاهلي ونادي الزمالك وتخشى كل هذه الامور، اعتقد ان يبقى العدل لا يسود في الملاعب المصريه. نعم، ننتقل